السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم منير مقيم في مكة المكرمة. رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس. الملك الله يرحم لك الوالدين ويجازيك بخير. شوف لنا شي حل لهاد البلاد هادي. راه البلاد غدا للهوية، راه المغرب ما بقاش يفرح. راه هادشي اللي ولينا تنشوفو راه بزاف كارثة مور كارثة. فيلم نبيل عيوش، السهرة ديال جينيفر لوبيز على الهواء مباشرة على القناة الثانية، القبولات اللي عند المسجد صومعة حسان، ودابا التسريبات ديال الباك. واش هادشي زعما غير صدفه؟ كارثه مور كارثه وغير صدفه؟ هادشي هذا لا يعقل. وانت تتخرج للدول الافريقيه، وانت تنشر الاسلام، تتحسن الصوره ديال المغرب، تمشي للخليج تحسن الصوره ديال المغرب، تمشي لاوروبا تحسن الصوره ديال المغرب، يولي عندك الداخل جالسين تيشوهوا فيها. راه عطبنا، عينا، تقهرنا. راه حنا اللي واكلين الدق وواكلين الحقره مع هاد الناس هادو صاحب الجلاله. راه حنا اللي عايشين هاد المشاكل كامله اللي تطرا في البلاد، وهاد الكوارث اللي تطرا في البلاد. راه حنا هما الضحايا ديالها. حنا اللي تنجلسوا مع الناس هي تيسمعوك مغربي اول حاجه تيقول لك بلاد الفساد والسحر، وتالينا تبقى هاد المغرب هكا مشوهه حتى لاين. واش صاحب الجلاله والله يرحم لك الوالدين ويجازيك بخير لما دير لنا شي حل. راه عينا وطبنا، كل خطره تسمع كارثه، كل خطره تشوه الصوره ديال البلاد. دير شي حل لهذوك الناس. راه المعارضه هي سبب هذه المشاكل كامله، بلا ما عاد نبقاو نقولوا لا نفتحوا تحقيق ولا تحقيقه. راه التحقيق هو المعارضه هي اللي باغا الفتنه. المعارضه راه ما باغاش استقرار للمغرب، وابن كيران خدام والحزب ديالو خدامين. وابن كيران ما وعدش داك الشيء اللي وعد به المغاربه ما داروش كامل، ولكن راه ما تيسرقش. بن كيران راه ما سرقش. ايوا واش بغيتو اكثر من هذا الشيء من هذه الحكومه هذه؟ وحكومه باغا تصلح والمعارضه جالسه تفسد من جهه، جالسين تيشوهوا في الصوره ديال المغرب. ايوا ديما حنا نلقاو المغرب اللي فين ما جلستي مع شي قوم المغرب الفساد والسحور. هذا هو اللي عندنا حنا. ما عندنا اسلام، ما عندنا تاريخ، ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا غير الفساد والسحور. ايوا راه بزاف هذا الشيء. والله يرحم لك الوالدين والله يجازيك بخير لما شوف لنا حل. واش نبقاو جالسين هكا مربعين يدينا تتنوض شي فتنه؟ راه شي فتنه راه غادي تحرق المغرب كامل. راه ما غاديش نلقاو الحل لحياتنا كامله، ما نلقاوش الحل لنا نض شي فتنه في البلاد. والله يرحم لك الوالدين. راه هادشي اللي تيطرا في البلاد راه عيب وعار. كبلد اسلامي وتحت اماره المؤمنين اللي انت امير المؤمنين ديال هذا البلد، وهذا الفساد وهذا المشاكل وهذا الروينه الكحله اللي نايضه عندنا في البلاد. عيب وعار، عيب وعار هادشي هذا اللي تنشوفه. الله يرحم لك الوالدين لما دير لنا شي حل. الله يجازيك بخير، دير لنا شي حل.